انا اكتشفت مكان بيعمل كريب سواء كان حادق او حلو جامد قوي، بس اللي احلى من الكريب الحقيقه وبجد فعلا كان مميز قوي عنده هو السندوتشات بتاعته. فتعالى احكي لكم على تجربتي في التراك بتاعت النهارده ويلا بينا. بدانا كده في الابيتايزر وطلبنا من عنده تشيزي فرايز، ودي كانت عباره عن بطاطس عليها توابل كده الشرق الاوسط وعليها من فوق صوص جبنه شيدر. طعمها الحقيقه ما عجبنيش قوي، هي ما كانتش سيئه بس الصوص بتاع الجبنه ما كانش سخن خالص على عكس البطاطس اللي كانت سخنه، فكان مديني احساس في الطعم مش حلو. دخلنا بعد كده على الكريبات واللي كانت تقيله جدا فعلا من كتر الحشو اللي فيها، وطبعا احلى حاجه ان هو كاتب على كل كريب من بره ده اسمه ايه. اول كريب جربته هو ستريبر، وده عباره عن قطع فراخ كريسبي ورومي مدخن وخضار وجبنه وصوصات. طعمه الحقيقه كان حلو قوي، عجينه الكريب نفسها كده كانت جميله جدا، اما طعم الفراخ بقى كانت جميله وفيها كده تتبيله حلوه قوي، واعتقد ان هم اللي عاملينها مش جايبينها من بره جاهزه. صوص الرانش كمان بتاعه حلو قوي. تاني كريب دقته بقى وهو سموكي مود، وده عباره عن ميكس برجر كده على هوت دوج مع برضو الخضار والجبنه والصوصات. طعمه بقى الحقيقه ما كانش وحش، بس انا ما عجبنيش نوع البرجر اللي كانوا مستخدمينه، كان زي بتاع السوبر ماركت اللي بيتجاب جاهز كده. انما الهوت دوج بقى كان فعلا حلو قوي، وكان معمول كده زي الميكس كان هوت دوج بس بصنعه حلوه قوي، وهو ده اللي كان مخلي للكريب طعم الحقيقه. تالت كريب بدوقه هو اوفر دوز كريب، وده بقى فعلا كان اتقل واحد فيهم كلهم. وده بقى الحشو اللي فيه عباره عن فراخ بكل الاشكال اللي ممكن نكون نعرفها، يعني كريسبي موجود، شيش طاووق شغال، فاهيتا فراخ ما يضرش، وطبعا مع شريحه برده رومي مدخن وصوصات وجبنه. طعمه الحقيقه كان حلو قوي، وده اكتر واحد عجبني. كميه حشو مش طبيعيه الحقيقه خالص، ورغم ان المكونات كتير وتحس ان انت ممكن تتوه جواها، بس انا كنت حاسس بطعم كل حاجه لوحديها. سعره ممكن يكون غالي شويه بالنسبه للكريب، بس انت قصاده واخد كميه وطعم الحقيقه حلو قوي. قلنا بقى نبص بصه كده سريعه على السندوتشات، فجربنا اول حاجه كلاسيكو برجر، وده عباره عن قطعه برجر كده 150 جرام وعليها صوص جبنه شيدر وخس وبقيه الصوصات العاديه بتاعت اي برجر. طعمه الحقيقه كان تحفه قوي قوي، وبجد يمكن يكون من احسن سندوتشات البرجر اللي كلتها من فتره طويله جدا. كل حاجه فيه كانت مظبوطه، طعم اللحمه وتسويتها وتتبيلتها كانت حلوه جدا عكس اللي كانت في الكريب اللي ما عجبتنيش. كذلك صوص الشيدر برده هنا كان احلى بكتير من اللي كان موجود في البطاطس. العيش نفسه كمان الحقيقه رغم كل اللحوسه دي الا انه كان طازه ومش متبهدل خالص، فالساندوتش ده الحقيقه عجبني جدا وارشحه قوي. جربت بعد كده بقى ساندوتش اولد سكول، وده عباره عن 4 قطع ستريبس وصوص جبنه شيدر وصوصات وخس برده. طعمه فعلا كان تحفه قوي بجد، الواحد كان مفتقد انه ياكل حاجه كده ما فيهاش اوفر في اطعم كتير وتكون فريش وبجوده حلوه. تتبيله الفراخ برده طعمها كانت جميله جدا، وصوص الجبنه برده كان روعه. فالساندوتش ده كده بالذات عنده بيقدم قيمه عاليه جدا قصاد سعره الحقيقه، فبرده ارشحه بقوه. نختم اخر حاجه بقى بالكريب الحلو. طلبنا حاجتين، فوتوتشيني كريب ولوتس كريب. الفوتوتشيني كريب ده بقى عباره عن عجينه كريب كده متقطعه زي المكرونه الفوتوتشيني وعليها صوص كراميل ونوتيلا. الحقيقه انا ما اعرفش اذا كانت دي نوتيلا اصليه ولا لا، بس انا ما حسيتش خالص اني باكل طعم نوتيلا شعبيه او كوبي. بجد طعم النوتيلا مع الكراميل مع عجينه الكريب كان وهمي جدا وطعمها فظيع، بس لازم تشير مع حد على الاقل عشان ممكن تجزع من كتر الحلو اللي موجود في الطبق ده. اخر حاجه بقى وهي كريب لوتس، واللي شكله كده عامل زي السوشي في تقديمه. طعمه الحقيقه كان عالمي بجد. صوص اللوتس الاصلي جدا اللي كان مستخدمه باين قوي وحلو جدا، وكمان بسكوت اللوتس المجروش المحشي بيه كده الكريب من جوه عامل طعم رهيب جدا في الكريب. وبجد انا ممكن بعد كده لو طلبت معايا ان انا حلي ممكن اروح المكان ده مخصوص عشان اكل الكريب ده من كتر ما طعمه لسه في خيالي لغايه دلوقتي. التراك بقى دي اسمها ذا كريبري، وموجوده في اخر شارع استاد الجامعه، الشارع الموازي لشارع نادي الاتحاد، وعنده كمان مكان ممكن يعملوا لكم فيه قاعده كده على الضيق. ملخص تجربتي كده في المكان انه اسعاره بالنسبه للفود تراك تعتبر غاليه شويه، بس في حاجات عنده تانية بسعرها اقل من اسعار السوق الحقيقه بكتير. واكتر الحاجات اللي عجبتني عنده وارشحها لكم هي اوفر دوز كريب وساندوتش كلاسيكو برجر واولد سكول، والكريب الحلو عنده بصراحه كان بيرفكت. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.